اللهم صل على النبي. اليوم التاني للفراخ الساسو. طبعا احنا امبارح في اليوم الاول في اليوم الاستقبال استقبلناهم على ميه بسكر، وابتدينا ان احنا سلقنا بيضة هرسناها مع العلف عشان ننعم حباية العلف عشان الفراخ تعرف تاكل. في اول يوم العلف ينعم لها. ببتدي اجيب معلقة سكر ادوبها في المية، وممكن برضو معلقة عسل اسود، وممكن كيس محلول معالجة جفاف من الصيدلية البشرية على اللتر المية. كل الطرق دي تنفع في استقبال الفراخ الساسو أو في استقبال الفراخ عموما، يعني إذا كانت فراخ بيضة أو فراخ بلدي، يعني دي أحسن طريقة للاستقبال. طبعا ملناش دعوة بالمزارع اللي بتستقبل على جو بيطري، بحيث إنها بترفع مناعة الكتكوت معاها، الكتكوت الأبيض غصب عنهم بيستقبلهم بأدوية بيطرية عشان ترفع مناعة الكتكوت. أمال إحنا بنربي في البيوت، سواء مشروع أو سواء للاستهلاك البيت، بنتعامل مع الأعشاب عادي، بنستبعد الأدوية البيطرية خالص، ألا لا قدر الله لو فيه تعب في الفراخ لازم هنا نتدخل بدواء بيطري. فالحمد لله اليوم التاني الفراخ الحمد لله فايقين معايا همني. أهم حاجة برضو التدفئة، لازم أهم حاجة التدفئة في المكان. نقفل جميع الشبابيك والبيبان لمدة على الأقل أول 3 4 أيام، ونظبط درجة الحرارة. مش لازم ترمومتر يعني ولا حاجة، طالما الفراخ منتشرة في قلب المكان خلاص يبقى نعرف إن درجة الحرارة كويسة. أما لو الفراخ متجمعين كده جنب الحيطة يبقى تعرف إن الفراخ سقعانة. نبتدي في الحالة دي بقى إن إحنا بنزود نشارة، إن إحنا بنزود عدد لمبات التدفئة. طبعا الكلام ده لو لقينا الفراخ متجمعة تحت اللمبة. أما لو الفراخ بعيد عن اللمبة تعرف إن درجة الحرارة زايدة في المكان، بنبتدي بقى إن إحنا نقلل عدد اللمبات. لو هي لمبة واحدة بنبتدي إن إحنا نرفعها شوية لفوق، بحيث إن إحنا نقلل درجة الحرارة. فالحمد لله هم الفراخ فايقين معايا كويسين جدا همني. بنبتدي بقى إن إحنا نحط لهم حاجة لفتح الشهية، حاجة من الأعشاب. وطبعا مفيش أحسن من الكمون والكزبرة فتح شهية. ببتدي أحط معلقة صغيرة من بتاعة الشاي كمون وزيها كزبرة. ويا ريت برضو كمية العلف اللي تكون قدام الفراخ ما تكونش كتيرة برضو، بحيث إن هما يستهلكوها ما تفضلش قدامهم طول اليوم يعني، أو تبات لتاني يوم. أنا امبارح كترت لهم علف بحيث إن هما جايين لسه، ففضل قدامهم علف من امبارح وقتي. بدأت إن أنا حطيت عليهم الكمون والكزبرة عادي، ما فيهاش ضرر يعني العلف دلوقتي عليه بيض مهروس، قمت حاطط عليه ضايف عليه الكمون والكزبرة. ما فيش فيه ضرر يعني. الكمون والكزبرة كده كده بيجذبوا الفرخ للعلف، فبي يعني بيلفت نظرهم يعني بيلفت نظرهم للعلف أكتر من الريحة بتاعته، فبالتالي بيروحوا ينقروا فيه. الفراخ السيسو أصلا تربيتها ما هي صعبة، يمكن أسهل من الفراخ البيضاء وأسهل من الفراخ البلدي. بس 3 أرباع الناس اللي بتربي أبيض وما بتربيش ساسو، بحيث إن الأبيض مدته قصيرة، ممكن 30 يوم 35 يوم بتبتدي إن أنت تبيع في الحاجة بتاعتك. أما السيسو عشان يلم الفلوس بتاعته يلم التكاليف بتاعته عايز يفضل لغاية 70 يوم عشان يجيب الأوزان المطلوبة، وبالتالي يغطي التكاليف بتاع الدورة. وغير كده برضه تمنه يعتبر قد الأبيض مرتين. تمنه قد الأبيض مرتين، ممكن أقل من البلدي حاجة بسيطة. فعشان كده برضه مفيش عليه إقبال من الناس بتروح تشتري الحاجة الرخيصة. هي أرخص حاجة الأبيض، وبعد كده الساسو، وبعد كده البلدي. فعشان كده 3 أرباع الناس
او يمكن تقريبا كل الناس بتربي ابيض، مفيش حد بيربي ساسو كمشروع. نسبة الاستهلاك بتاع الساسو مش قد كده في المحلات برضه. اما هو كمشروع مربح، مربح مليون في المية، مربح مليون في المية، لان يعتبر بي بيتكلف نفس الابيض بالظبط. يعني لو الابيض بياكل 3 كيلو ونص في ال30 يوم او في ال35 يوم، الساسو برضه بياكل 3 كيلو ونص في ال65 يوم او في ال70 يوم. نفس التكلفة بالظبط، نفس التكلفة. ولكن بقى بيختلف ان الابيض بيقعد 35 يوم ولا حاجة، وبتبتدي ان انت تخلص نفسك من الحاجة اللي عندك. اما ده عايز يقعد 65 يوم او 70 يوم، فالناس بتزهق، الناس المربين بتزهق. يقول لك عشان رب دور الساسو، طب ما رب لي دورتين ابيض. فالناس بتحسبها في كده يعني. يعني انا لو رايح المعمل اشتري فراخ، وموجود قدامي ابيض وساسو بلدي، لا انا هاخد الايه، هاخد الساسو، لان الساسو طعم البلدي بالظبط. والبلد عشان تذبح منه برضو عايز تفضل بتاع حوالي 3 شهور، عايز تقعد لك بتاع حوالي 80 يوم او 90 يوم عشان تعرف تذبح منه. فالله المستعان، وربنا يعيننا ان شاء الله، ونبتدي ان احنا نصور لكم دورة الفراخ الساسو كلها بإذن الله، يوم بيوم ان شاء الله.